تخيل نفسك رايح تنتخب المرشح اللي انت مقتنع بيه في انتخابات الرئاسة. المرشح بتاعك ياخد أعلى نسبة أصوات، وفي عز فرحتك يتم الإعلان عن إن المرشح التاني فاز برضه. طب إزاي؟ هو ده اللي حصل بالظبط في انتخابات أمريكا سنة 2016 بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، لما فازت هيلاري بنسبة 66 مليون صوت وترامب خد 63 مليون صوت بس. ومع ذلك ترامب هو اللي بقى الرئيس. وبالمناسبة دي مش أول مرة الرئيس ما يكونش صاحب عدد الأصوات الأعلى من التصويت بتاع الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية، دي تقريبا المرة الرابعة. أهلا بيكو، يلا بينا نتعرف على نظام الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. عشان نعرف ليه أمريكا مختلفة في نظام انتخاباتها عن باقي الدول، محتاجين نفهم تاريخ الدولة وإزاي اتكونت. يعتبر عمر أمريكا بشكلها الحالي 250 سنة تقريبا، وده لما أعلنوا عن الولايات اللي كانت تحت الحكم البريطاني استقلالهم بالظبط في 4 يوليو 1776، ودول كانوا 13 ولاية. ورغم إن كل ولاية كانت مستقلة عن التانية، بعد الاستقلال قرروا تكوين جمهورية واحدة. وبعد 10 سنين من الاستقلال، وبالتحديد في 17 سبتمبر 1778، اعتمدوا الدستور الأمريكي وبدأوا الاتحاد والتعامل مع ال 13 ولاية دي كجمهورية واحدة، وبقى ليها حكومة مركزية. ومع الوقت عدد الولايات زاد والجمهورية كبرت لحد ما وصلت ل50 ولاية. لو عايزين تعرفوا ازاي اتحرروا من الاحتلال وقدروا يوصلوا للعدد ده ويضموا أراضي وولايات تابعة لفرنسا وإسبانيا وروسيا والمكسيك، اكتبوا لنا في التعليقات. نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية نظام ثنائي السيادة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن في دستور عام بيحكم البلد اللي هو القانون الفيدرالي، ومعاه قانون خاص بكل ولاية لوحدها. والولاية مش بس ليها قانون خاص بيها، لكن برضو في حاكم اسمه عمدة الولاية، وده بيجي بالانتخابات. وكل ولاية ليها نظام حماية خاص بيها، ولو في تضارب حصل بين الدستور العام والقانون الخاص بالولاية، فهنا قانون الولاية هو اللي هيكسب. وده كان أهم شرط في الدستور الأمريكي، لأن رغم رغبة الولايات في تكوين جمهورية واحدة، لكن كانوا متمسكين لأبعد حد باستقلالهم، بالأخص إنهم كانوا لسه خارجين من فترة احتلال، لدرجة إن في عدد مش قليل من الولايات بتشرع ببيع وتعاطي أنواع من الحشيش رغم تجريم الدستور الفيدرالي. ورغم إن حصل محاولة في 2018 لمنع بيعه عن طريق القانون الفيدرالي، اللي طبعا ما قدرش يعمل حاجة، لأن زي ما قلنا قانون الولاية أقوى. كده إحنا بقى عندنا فكرة عامة على نظام الحكم في أمريكا. تعالوا نعرف إيه نظام الانتخابات اللي كتير من الأمريكان نفسهم مش فاهمينه. دايما بنشوف الانتخابات الأمريكية بين حزبين بس، اللي هما الحزب الجمهوري وده لونه أحمر ورمزه الفيل، والحزب الديمقراطي وده لونه أزرق ورمزه الحمار. معنى كده إن مفيش أحزاب تانية في أمريكا؟ لا، في أحزاب تانية، وكتير بتحاول الأحزاب دي إنها تدخل الانتخابات، وأحيانا الناس بتحاول تدخل بشكل مستقل، وكمان كانوا بيفوزوا زمان. لكن من سنة 1804 بسبب الارتفاع الرهيب في تكلفة الانتخابات والحرب الرهيبة اللي بتبقى بين المرشحين، بيبقى صعب جدا على أي مرشح مش وراه حد أو بيدعمه كيان أو حزب كبير إنه يكمل. عشان كده دايما مش بنشوف غير مرشحين أكبر حزبين في أمريكا، والباقي يكفيهم شرف المحاولة. مفيش أي نص قانوني في الدستور الأمريكي بيدي للشعب حق التصويت الانتخابي بشكل مباشر للمرشحين. علشان كده نتيجة التصويت الشعبي مش هي اللي بيتم إعلان الفائز عن طريقها.
النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية أعقد من كده بكتير، وده بسبب إن تقريبا ده أول نظام انتخابي في العالم. تخيل كده في القرن ال18 مساحة أرض كبيرة جدا والنقل والاتصالات كانوا صعبين جدا، إزاي الناس هتقدر تنتخب وإزاي المرشح هيلف على الناس دي كلها عشان يعرض البرنامج الانتخابي بتاعه. ورغم إن أمريكا وقتها كانت 4 مليون بس الوضع كان شبه مستحيل. عشان كده الحل كان في المجمع الانتخابي، وده المجمع اللي الناس هتنتخبه وهو اللي هينتخب الرئيس. المجمع الانتخابي الأمريكي هم مجموعة الناخبين اللي بيتجمعوا حسب الدستور كل 4 سنين عن طريق الانتخابات، ومهمتهم هي انتخاب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس. المجمع الانتخابي ده بيكون مكون من 538 نائب بيمثلوا الولايات المتحدة الأمريكية كلها. يعني الشعب الأمريكي بينتخب 538 نائب عن الولايات، وهم اللي بيصوتوا وبيختاروا رئيس الجمهورية. طب احنا دلوقتي عندنا 50 ولاية و538 نائب عن الولايات، الرقمين دول مش راكبين مع بعض. اشمعنى الرقم ده من النواب؟ في بداية تكوين الدستور الأمريكي سنة 1787 وبدأوا يكونوا المجالس المختلفة زي الكونجرس الأمريكي اللي هو السلطة التشريعية للدولة، وكان في خلاف كبير بين الولايات على عدد ممثلي الولايات. في الأول اقترحوا إن هيبقى في عدد محدد عن كل ولاية. هنا الولايات صاحبة عدد السكان الكبير رفضوا وقالوا إن عدد الممثلين عن الولايات لازم يتناسب مع عدد السكان، وطبعا الكلام ده معجبش الولايات الصغيرة، وقالوا إحنا كده هيبقى النواب بتوعنا عددها أقل، وبالتالي هنبقى تحت رحمة الولايات الكبيرة. وحصلت مشكلة كبيرة وكان بسببها الدنيا كلها هتبوظ، وما كانش هيبقى فيه دستور ولا حتى دولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. تخيل لو ده كان حصل كان هيبقى وضع العالم ايه دلوقتي. المهم بعد مناقشات كتير وصلوا لحل وسط يرضي كل الأطراف، وهو إن الكونجرس يبقى ليه غرفتين أو مجلسين. الأول هو مجلس النواب، وده بيتكون على حسب عدد السكان في كل ولاية، يعني عدد ممثلين وكل ولاية يبقى على حسب عدد سكانها، وده هيرضي الولايات الكبيرة. والتاني مجلس الشيوخ، وده بيبقى عبارة عن نائبين بس عن كل ولاية بغض النظر عن عدد سكانها، وده حل هيرضي الولايات أصحاب عدد السكان القليل. وهنا رجع حلم تكوين جمهورية واحدة من جديد بعد ما كانت على وشك الدخول في حرب أهلية. طيب حلو كده، الكونجرس هو اللي هينتخب الرئيس؟ برضو لا، ده ممكن يحصل في حالة لو فشل المجمع الانتخابي، لكن لو الدنيا ماشية كويس في المجمع فانتخاب الرئيس هو مسؤولية المجمع الانتخابي بس. وبيتم انتخاب المجمع الانتخابي زي انتخاب الكونجرس بالظبط، عدده بيساوي عدد المجلسين بتوع مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يعني كل ولاية ليها نائبين زي عدد ممثلينها في مجلس الشيوخ، زائد نواب على حسب عدد سكان الولاية زي عدد ممثلينها في مجلس النواب. وكده بيتكون 538 نائب في المجمع الانتخابي اللي بينتخب رئيس أهم دولة ديمقراطية في العالم. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات الجاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.